السلام عليكم. منتخب مصر بطلوع الروح وبشق الانفس قدام منتخب مصنف ال 210 تقريبا عالميا بيفوز عادي جدا، مفيش حاجه، على برلين بثلاثيه مقابل هدف بعد ما جاب كل انواع الامراض النفسيه والعصبيه والبدنيه لكل الشعب المصري او لاي حد بيتفرج على الماتش. عارف انت لما تبقى بتتفرج على كوره وبتسال هو ايه الصعب؟ احنا ليه مصعبين الموضوع على نفسنا كده؟ ليه مش عارفين نباصي 3 باصات على بعض؟ ليه بنتقدم بالكوره نلاقي عادي جدا راحت متاخده مننا كانه بيسحبها ملقاط، بياخدها ملقاط ويجري بيها. انا لو هوصف الماتش ده بوصف دقيق فهو ده هيبقى الدوري المصري. ده ماتش دوري مصري، ودي كواليتي دوري مصري بحت. فكره ان انت مش عارف تباصي، باصين على بعض على الارض وبين اقل ضغط الكره بتطلع منك اوت. فكره ان انت مش قادر تمسك نفسك يا مؤمن، تمسك نفسك 7 دقايق على بعض وبهجمه واحده يقوم داخل فيك الجون بالمنظر العتيق ده. يعني دي لعيبه بتاخد ملايين يا جماعه. اللعيبه دي بتاخد فوق الملايين. انت لو جمعت الفلوس اللي بياخدوها كلها مع بعض ما شاء الله الله اكبر بدون حسد، بياخدوا كتير جدا على اللي هم بيعملوه ده. والله لو كنا طلعنا النهارده، انا لو مكان الوزير اقوم مدي قرار كده ما حدش هيعدي كمرتبات ال 3 مليون جنيه مثلا. فاهم انت؟ اخرك معاه في الموسم 2 3 مليون جنيه بالاداء الخرا اللي انت بتقدمه لي ده.